هقول لك لناس كتير بيجي لها اصابات في الكتف. اكبر اصابه بتسمع عنها في عالم كمال الاجسام هي اصابات الكتف، وبالرغم ان الكتف بتعتبر عضله صغيره، انت بتستخدمها في كل تمارين. بتستخدمها في تمرين البنش، بتستخدمها في تمرين الظهر، بتستخدمها في تمرين الرجل حتى وانت محمل على ظهرك. فالكتف عضله مستخدمه في كل تمريناتك تقريبا. المشكله هنا بقى ان الناس بتخصص يوم كامل للكتف. التمرينه بتاعته ممكن توصل لساعتين، وساعات ساعتين ونص. يلعب كتف ورا الرقبه، قدام الرقبه، تجميع دمبل، تفاتيح دمبل، رفرفه، يقعد يلعب ساعتين كتف كامل، مع ان كتفك كان شغال طول التمارين اللي بتلعبها طول الاسبوع. فبالتالي معظم اللي بيشيلوا حديد او اللي بيتمرنوا ما بيدوش فرصه كويسه للكتف ان هو يستشفي او ان هو يحصل له ريكفري، فبالتالي بيحصل لهم اصابات كتير. احسن نصيحه هنا هي انك ما تلعبش كتف تمرينه كامله لوحدها. انت اصلا كده كده بتلعبه مع كل التمارين التانيه. لو بتلعب بنش وبتلعب ظهر، كتفك شغال على طول. النصيحه هنا ان انت تلعبه مجموعتين ثلاثه بعد التمرينه من التمرينات بتاعتك، ممكن تمرينتين في الاسبوع. من التمارين اللي بتحتاجها لتمرين الكتف هي تمرين الرفرفه مثلا. ده تمرين ما بيستخدمش كتير في تمرينات تانية مساعده، فبالتالي ممكن تزوده في اخر التمرينه بتاعتك. بس ما تعملش يوم كامل مخصص للكتف وتقعد تشيل فيه اوزان كتير، فبالتالي بتحمل على مفصل الكتف جامد اللي هو اصلا شغال طول الاسبوع معاك.